السلام عليكم. أنا عايز أسألك سؤال، لو عندك تطبيق ناجح في السعودية وبعد 6 شهور قررت إنك تدخل الكويت وبعدها الإمارات وبعدها قطر مثلًا، هل هتبدأ إنك تعمل نسخة جديدة من كل شيء من التطبيق ده وينزل السعودية، الكويت، الإمارات، قطر وهكذا؟ لو أنت عملت كده فأنت لا بتبني مشروع قابل للتوسع، بل بتبني عبئًا تقنيًا يكبر مع الوقت. طيب إزاي بقى ممكن نحل المشكلة دي؟ المشروع القابل للتوسع يحتاج نظام موحد مش نسخة متكررة. ازاي بقى؟ احنا جايين نتكلم في الفيديو ده عن حاجة واحدة اسمها المالتي تيننسي. ايه هو المالتي تيننسي؟ هو هندسة تعدد المستأجرين لتطبيق واحد يدير فروع متعددة، زي تطبيق واحد ولكن موجود في الامارات، في الكويت، السعودية، قطر، البحرين وهكذا. طيب أنا جاي أكلمك في الفيديو ده عن المالتي تيننسي، ولكن بتفاصيل إزاي تقدر تطبقه في مشروعك أنت التقني، بحيث لو أنت جالك مشروع كرائد أعمال أو عندك مشروع عايز تنزل بيه في كذا دولة بعد ما حقق نجاح كبير جدا في دولة زي مثلا مصر أو السعودية، وعايز تكمل بقى فروعك في الكويت وهكذا. فهل إنك بتعمل نسخة جديدة، ولا من تطبيق واحد أو مشروع واحد تدير كذا فرع، أو اللي هو الmulti tenancy في الإمارات والكويت وهكذا؟ فأول حاجة هو هندسة تعدد المستأجرين. مين المستأجرين؟ هو الدول اللي أنا قاعد أتعامل معاها الجديدة لتطبيق واحد يدير فروع متعددة. فأول حاجة إيه هو النظام تعدد المستأجرين في البرمجة؟ معناه تطبيق واحد والسيرفر واحد أو نفس النظام، وقاعدة البيانات ممكن تكون واحدة ومنظمة. كل عميل أو فرع أو دولة اسمه tenant، هو مستأجر. كل tenant له بياناته ومستخدمينه وإعداداته، كلهم داخل نفس النظام لكن معزولين عن بعض. تشبيه العمارة، احنا هنتكلم دلوقتي عن تشبيه العمارة، ولكن انا مش عايز اكلمك عليها من هنا تي، انا عايز اكلمك عليها من الشكل ده عشان يبين لك، توصل لك الفكرة بشكل كويس يعني. دي وليكن عمارة واحدة، نفس البنية التحتية ونفس الأساسات والمبنى ونفس الكهرباء ومصدرها ونفس المصعد ونفس الأمن أو الشارع وأيا كان، ولكن كل شقة ليها باب ومفتاح وخصوصية خاصة بيها هي. شقة رقم 101 ساكنها ما ينفعش يدخل شقة رقم 202 أو 303. ده معناه إيه في البرمجة؟ التطبيق واحد، كود واحد، ومنطق واحد، ولكن السيرفر والسيستم واحد برضه وقاعدة بيانات واحدة. فالنظام البرمجي ده هو بيدير مين؟ بيدير فرع السعودية لوحده بصلاحياته وإعداده ومستخدمينه وبياناته، وهكذا الكويت وهكذا الإمارات، كلهم معزولين عن بعض. كل اليوزرز هنا تي غير هنا تي غير هنا، كلهم في بيئة واحدة ولكن النظام كله واحد. هنفهم أكتر مع السلايد الجاي. بمعنى أنا كسوبر أدمن دلوقتي داخل عندي مشروع، فعندي الويب سايت بتاعي أو الداشبورد بتاعتي قادرة إن هي تدير الإمارات والكويت والسعودية. كل فرع من دول قادر إن أنا أشوف في الداشبورد وأدير ده لوحده وده لوحده وده لوحده، مستخدمين هنا لوحدهم والطلبات وهكذا وهكذا. بس زي ما قلت لك خليك فاكر، معزول البيانات بتاعت ده مش قادر يشوف ده، مش قادر يشوف ده. فهنا الأمان والخصوصية وعزل بيانات تام بين الفروع. بعد كده أنا إزاي بقى بعزل البيانات دي؟ تعالى يا باشا هقول لك. تعالى نعزل البيانات دي. أنا عايز فرع السعودية لا يشوف فرع الكويت، وأعرف أعزل البيانات دي. اليوزر اللي في السعودية مش شايف اليوزر اللي في الكويت، وفي عزل البيانات اللي بتكلم فيه. فاول حاجه قاعده البيانات واحده. يعني هو اللي احنا متكلمين ايه، متفقين على الموضوع ده؟ متفقين. هي قاعده البيانات واحده ونفس النظام ونفس القاعده، ولكن البيانات معزوله. بيانات فرع السعوديه بتتخزن في نفس القاعده، ولكن هي ما تعرفش بيانات فرع الكويت مثلا يعني. فكل جدول حساس لازم أن يحتوي على تيننت اي دي. عندنا مثلا اي كوميرس موجود وليكن في السعوديه، وكمان موجود وليكن في الكويت. ففي يوزرز، في اوردرز، في برانشز. مثلا برانشز بتاعتي اللي هي مين؟ اللي هي الفروع. الاوردرز اللي هي الطلبات، اللي هي الطلبات الخاصه في فرع السعوديه، والطلبات الخاصه في فرع الكويت. فاليوزرز هنا احنا بنيجي هنا نضيف في كل جدول بارامتر جديد او كي جديد اسمه تيننت اي دي. فرع الكويت تيننت اي دي بتاعه اسمه كويت، فرع السعوديه
التننت اي دي بتاعه اسم سعودي مثلا. فالتننت اي دي ده هو اللي بيحدد لي اليوزر بعد كده لما هيجي يطلب من الكويت او من السعوديه، هو هيطلب من اي داتا بتاعته، من اي داتا بالظبط. فلما يجي يدخل مستخدم من الكويت، فبنحقن الكويري، بنحقن في كل كويري هو التننت اي دي ده. لو هو انا بسلكت يوزرز مثلا او اليوزر بتاعي، بسلكت بتوع الكويت فقط عن طريق التننت اي دي ده. ونفس الكلام في السعوديه. الشرط هنا بقى ان التننت اي دي ده هو مش اختياري نهائي، لازم أن يكون جزء اساسي من تصميم النظام. يعني شخص الباك اند وقاعد كده هيمخمخ والدنيا جميله جدا، هو التننت اي دي ده خلاص هو اساسي معاه في كل كويري بيتم تفعيله او تنفيذه على مدار السيستم بشكل كامل. التيننت ده او التيننت اي دي ده بيتم تطبيقه بشكل تلقائي. طيب انواع المالتي تيننس عندي ايه؟ في عندي 3 نماذج. النموذج الاول هو الشيرد داتابيز بلس تيننت اي دي. النموذج الثاني هو داتابيز بير تيننت. النموذج الثالث سكيما بير تيننت. النموذج الاول ده هو ده اكتر نموذج مشهور بيه المبرمجين واكتر نموذج بيستخدموه. طيب هو مناسب لمين ومميزاته ايه وعيوبه ايه؟ وهنتكلم عن كل تيننت هنا او كل نوع من المالتي تيننت هنا بالتفاصيل شويه. فكل العملاء داخل نفس قاعده البيانات ويتم العزل باستخدام التيننت اي دي، يعني اللي انا لسه متكلم عليه من شويه. فالسعوديه او الكويت او الامارات بيحصل العزل ما بينهم عن طريق بحقن الكويري، بحقن التيننت اي ده في الكويري. فمناسب لمين؟ للساس لسه جديد، لبزنس ستارت اب، مشاريع بتحتاج تكلفه اقل في البدايه. طيب مميزاته ايه؟ تكلفته اقل، سهوله في الصيانه، تحديث واحد لكل العملاء، لوحه ادمن سوبر ادمن اسهل جدا. عيوبها بقى تعالى، ليها عيوب ان لازم الشخص اللي هيعمل التيننت المالتي تيننس اللي هو الشيرد داتابيز يعملها بمواصفات خاصه عشان نحافظ عليها من الامان، في الامان يعني. فلازم تامين قوي جدا. والكويري اي دي اللي هو بتاع التيننت اي دي لازم أن يكون مش ناقص في اي كويري بيتم تنفيذه على مدار السيستم يعني. بعد اوقات ممكن يسبب مشاكل خطيره جدا، وفي نفس الوقت بيضيف عليك عبء انك انت لازم تعمل اختبار قوي جدا. تاني بقى نظام هو الداتابيز بير تيننت، وده اعلى عزل واحسن من الشير داتابيز. فالسعوديه ليها داتابيز لوحدها، الكويت ليها داتابيز لوحدها، وداتابيز لوحدها في الامارات مثلا. طب انت مش لسه قايل لي دلوقتي نفس النظام ونفس كل حاجه؟ نفس كل حاجه، بس الداتابيز دي كلها بيتم ادارتها بنظام واحد. تمام تمام. يعني ده ينفع لمين اكتر؟ لعملاء الانتربرايز، اللي هم الشركات الكبيره بقى اللي هي مستحوذه في السوق، او الناس نازله تقيل في السوق. جهات حكوميه، بنوك، بيانات حساسه، كده يعني. فهو مميزاته ايه؟ اعلى مستوى عزل، لان الداتابيز دي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها. اسهل في النسخ الاحتياطي لكل عميل. العميل بالنسبه لي هنا او لكل تننت هو الامارات، الكويت، السعوديه. لو عميل حصل عنده مشكله التاني مش بيتاثر. لو فرع الكويت اتاثر، الامارات والسعوديه ملهمش دعوه. عيوبه ايه بقى؟ انه عالي جدا، تكلفته عاليه، صعب في الصيانه، والتحديثات والداتابيز مايجريشنز صعبه شويه. فمحتاج هنا الباك اندز اللي اشتغلوا عليه تكون ناس قويه يعني، بمعنى اصح. التالت بقى هو خليط ما بين ده وده، ولكن هو جه هنا قال لك السكيما هنفصلها بس، وكانه عمل كده يعني داتابيز لوحدها ولكن في نفس الوقت بنظام الشيرد. فهو ايه؟ عمل جمع ما بين الاثنين. هي قاعده بيانات واحده ولكن كل تيننت سكيما منفصل. حل متوسط بين النموذجين، تمام. توازن بين العزل والتكلفه، وتنظيم افضل من الشيرد داتابيز اللي هي رقم واحد في بعض الحالات، يعني مش كامل. اعقد من الشيرد داتابيز، وما زال يحتاج لإدارة دقيقة وليس دايما الخيار الأبسط للبداية. فأنا دلوقتي لو بادئ لسه جديد، أنا برشح لك الشير داتابيز. لو خلاص أنا شركة جامدة وتقيلة، فخليك طبعا في الداتابيز بير تيننت. ف فأفضل بداية عملية للكثير من المشاريع في الساس في البداية هو الشير داتابيز زائد تيننت اي دي. وتأكد من نظام الأمن عشان ما يحصلش
نداء من الكويت على فرع في السعودية. طبعا الموضوع محتاج اختبار هارد تيست يعني. مقارنة بسيطة يعني، بعد ما شرحنا كده الثلاث انواع من المالتي تينانسي، عايزين بقى نشوف مقارنة بسيطة. الشير داتابيز، وان داتابيز بيخدم الفروع كلها. الداتابيز بير تيننت هي 3 داتابيز على حسب الفروع اللي عندي، وكل عميل له قاعدة بيانات مستقلة، ولكن النظام والباك اند خليك فاكر هو مازال واحد، تحت نطاق هو العزل القوي. والسكيما بيرتيننت خلاص دي داتابيز واحده ولكن سكيما منفصله، ودي جمعت ما بين النظامين بشكل كده عقلاني شويه. الاختلاف ما بينهم خلاص احنا عرفناه، كل طريقه ليها تكلفه ومستوى عزل مختلف تماما. الاختيار بيعتمد على حجم المشروع وحساسيه البيانات والميزانيه. تمام تمام. ندخل بقى ازاي النظام بيعرف المستخدم تابع لاي تيننت. انا دلوقتي شخص مثلا من السعوديه وعايز اخش على الدومين بتاع السعوديه، ازاي النظام بيعرف بقى يفرق ان الشخص ده من السعوديه او ده من الكويت او ده من مثلا الامارات وهكذا؟ عن طريق 3 انواع في الاختلاف، او في ان انا يعني افرق ما بينهم. اول نوع من حساب المستخدم. المستخدم لما بيسجل مثلا من السعوديه بيجي له في اللوج ان السيرفر بيقرا التننت اي دي بتاعه. تمام تمام. هو بيقرا التننت اي دي بتاعه عن طريق مثلا بقى اللوكيشن، او بيحدد اختيار الدول او الفرع، او هنا بنتكلم عليها برضو. لو مثلا اليوزر هو بيسجل دخول، اجبر ان هو او دخل على الموقع، اجبر ان هو بيختار الموقع بتاعه. فمثلا لو دخل على الموقع بيختار الكويت مثلا، فخلاص احنا هنا بنسيف في بيانات اليوزر ان اليوزر ده من الكويت، واصبح كده محفوظ عندي في داتابيز ان اليوزر ده من الكويت. فاصبح كل مره بيحصل اي كويريز من اليوزر ده بمعروف التننت اي دي بتاعه. او من السب دومين سعودي دوت يور اب دوت كوم، من السب دومين اي يوزر خلاص هيتصفح الدومين، السب دومين ده معروف هو منين. دي سهله جدا. فالقوه الحقيقيه بقى فين؟ ان السوبر ادمن شايف البرانشز بتاعته في الداشبورد، كل الدول بكل الفروع بكل العملاء بالايرادات بالاحصائيات، ويقدر يدخل على كل برانش من دول ويقدر ايه يدير حاله فرع معين. ولكن السعوديه هو التيننت عنده الاكسس بتاعه على الداشبورد بتاعته خاص، بس هي دي السعودي اونلي يعني. وفي نفس الكلام في الكويت، لكن السوبر ادمن قادر ان يشوف كل البرانشز ويخش على برانش. الكويت ادمن يشوف بس الحاجات بتاعته في الفرع بتاعه، السعوديه هكذا. فتحديد التيننت بدقه هو اساس العزل والصلاحيات داخل النظام. السوبر ادمن شايف الجميع، اما كل برانش ادمن بيشوف فرعه بس. فهنا بقى السوبر ادمن دي مثلا مثال لوحه مركزيه لاداره كل الاسواق. فهو هنا شايف التوتال تيننتس عنده، هو عنده كام تيننت، والايرادات اللي داخله له الشهر ده، والماركت والسيستم ستيتس. فهو شايف هنا ان السعودي الفرع بتاعه في السعوديه اكتف. قطر مثلا لو النظام ده بيأجره مثلا في دوله معينه يشتغل على مدار الدوله، فهو دلوقتي تريال مثلا عايز يدفع او كده، ممكن بيأجروا وكلاء او كده يعني. فده ده فكره يعني. اما اذا كان الشخص ده اصلا متوسع هناك، فعنده اصلا برانش، فمش هيبقى ساعتها ظاهر الستاتس، او ممكن يقفل النظام بتاعه في اي وقت يعني على الدوله دي. هو حر، ممكن يسحب مثلا الاستثمار بتاعه منها، فخلاص بيقفلها. مثال عملي من تطبيق طبي حجوزات. فالسعوديه فيها اطباء السعوديه، عيادات السعوديه، مرضى السعوديه، مواعيد السعوديه، اسعار الريال بالريال السعودي وهكذا. الكويت نفس الكلام، الامارات نفس الكلام. الفرق فقط في التيننت اي دي والاعدادات. نفس التطبيق خليك فاكر، نفس الكود، نفس الاي بي ايز، نفس لوحه التحكم، ولكن قاعده بيانات واحده هي الشير داتابيز. فمثلا في اليوزرز لما اجي اطلب اليوزر بتوعي او الدكتورز او الابوينتمنتس او بيشنت كلينكس برايسز ايا كان، هو التننت اي دي دايما بيتباصى في الكويري بسعودي اندرسكور 00 او 00.1 يعني او 1. تمام. فاصبح هنا ان ده مثال عملي تطبيقا لكان انواع قصدي للتننت اي دي بيتم حقنه ازاي داخل الجداول او في الداتابيز. فبيكون بالشكل ده بس. دي بقى التحكم الادمن بانل واحده، ولكن شايف كل التيننتس اللي عنده اللي انا قلت عليهم. طيب
الاعدادات بتاع التننت بقى بتتعمل ازاي؟ يعني انا بشوف كل جدول بيتضاف فيه المفروض تننت اي دي، وليكن السعوديه، دوله السعوديه النيم بتاعها هو السعودي برانش، كرنسي اللي هي اس اي ار اللي هو الريال السعودي، تايم زون واللانجوج والستاتس وهكذا. الكويت نفس الكلام، لكن الاعداد تختلف في التيننت زي ما انت عارف، ده تيننت كويت، ده تيننت السعودي. هيكل الجدول بقى الاي دي والنيم والكونتري والكرنسي وكده، فبضيف تيننتس يعني، بضيف التيننتس اللي عندي السعوديه الكويت عشان خاطر بعد كده اعرف ان انا اطلع منهم تيننت اي دي للدوله دي وللدوله دي وللدوله دي. طيب اللي بيتغير تلقائيا ما بين كل دوله والتانيه خليك عارف كده: العمله، التوقيت، اللوجو، اداه الدفع المناسبه، الاسعار المناسبه، اللغه المناسبه. ده بشكل بيزك كده تماما. كل دوله ليها التغيرات دي اللي لازم تحصل عندها في اختلاف اللي بيختلف ما بينهم يعني. لحد كده تمام؟ تمام. انا عارف ان الكورس ده شويه او المحاضره دي شويه تبقى تقيله، بس انا عارف انك انت هتطلع ان شاء الله من اللي انا بقوله لك ده كله هتكون فاهم كل حاجه عن المالتي تننسي لو ما كانش عندك المعلومه عنه قبل كده. فطبقات الحمايه، احنا ازاي بقى بنعمل حمايه قويه جدا على المالتي تننسي بتاعي او اللي انا بعمله في ايا كان المالتي تننسي اللي اخترته؟ في عندي 4 انواع من الحمايه. اول حاجه التحقق من الهويه. انا المفروض اتحقق من هويه الشخص اللي داخل على حسب التننت اللي هو بيتصفحه، سواء الكويت، السعوديه، الامارات، ايا كان. من المستخدم تابع لاي تننت صلاحيته ايه. ده تمام وزي الفل، واي باك اند بيبني اي سيستم بيعمله فعليا. الباك اند ميدل وير، قبل اي ريكوست السيرفر بيفحص مين المستخدم ده عشان يحدد له التننت بتاعه الحالي ويحن التننت الاي دي المناسب لدولته في كل الكويري. تمام تمام تمام. يبقى ريكوست، ميدل وير يفحص، تننت اي دي بيتشيك، يحط في الكويري. مظبوط مظبوط. الداتابيز رولز، انا عندي في الداتابيز رولز بعملها انها تمنع الوصول لبيانات تننت اخر، ومناسب مع الفاير بيز والسوبر بيز والبوستجريس كيو ال و والداتابيز السكيول سيرفر او ايا كان، او ماي سيكوال او ايا كان. فانا في رولز بعملها عندي ان اليوزر دوت تننت اي دي بيساوي الروت دوت تننت اي دي. تمام تمام. فمثلا بيقول لك ان ده تننت اي دي اندرسكور 1 2 3. تمام. ده غلط، ما ينفعش ان هو يكون موجود في نفس العمود ده. لا يمكن للمستخدم الوصول لصفوف تننت 123، مش هينفع لان ده مش نفس التننت اي دي ده. فدي الرولز اللي الباك اند بيشتغل عليها. طيب بعد كده نظام الار بي اي سي اللي هو الرول بيزد اكسس كنترول، نظام الرولز يعني عامه. السوبر ادمن شايف كل شيء، تننت ادمن شايف كل فرع وبس، الدكتور يشوف مرضاه، الريسبشنست بيشوف المواعيد فقط، اليوزر بيشوف البيانات على حسب الرولز عندي والصلاحيات اللي بيديها. فالعزل الحقيقي بيجي منين او الامان الحقيقي بيجي منين؟ authentication، ميدل وير، database rules، الار بي اي سي. تمام تمام. اتمنى تكون فهمت لحد كده طبقات الحمايه اللي بننفذها في المالتي تننسي. طيب التستنج بقى بلس اللاير دياجرام، التستنج بيتم ازاي عشان خاطر اختبر ان انا كل اللي انا عملته خلاص انا وصلت لمرحله ان انا كل اللي انا عملته هو مليون في المية مظبوط طبقا لفهمي عن المالتي. عايز اتست بقى، عايز اتاكد. عن تيست عن طريق كذا حاجه. اول حاجه بروح جاي داخل على الكويت، هل المستخدم الكويت يقدر يجيب بيانات السعوديه؟ لو قدر النظام خطر، في مشكله كده، انت عندك مشكله. هتحقق منها ازاي؟ الطلب لازم أن يحتوي على بيانات مستخدم صحيحه. بنشوف التحديد التننت اي دي الصحيح للمستخدم. جميع الاستعلامات تحتوي على فلتر التننت اي دي، كل الاستعلامات او كل الكويريز لازم أن يكون فيها التننت اي دي اللي انا اتكلمت عنه فوق. ما ينفعش الوصول لبيانات اي تننت اخر، ده مش هينفع. فلازما تعمل هارد تيست بواسطه التننت اي دي لكل فرع من الفروع اللي عندي. فموبايل اب مثلا، عندي ابلكيشن موبايل اب بيعمل اي بي اي ريكويست، بيمشي بقى على الاوث ميدل وير، التننت ريسولفر، البرميشن تشيك، الداتابيز كويري والتننت اي دي. يعني اخر حاجه يعني في بعض كده، في حصل هنا اوث ميدل وير وتننت ريسولفر اللي هو حصل اللي هو طبقات الحمايه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، او اللي هو الميدل وير بيحدد الصلاحيه بتاع المستخدم يعمل ايه.
وفي الاخر خالص بيعمل ايه؟ داتابيز كويري دي رقم 6، ستيب رقم 6، عشان يرجع للموبايل اب اللي هو طلبه. ففلتر تيننت هنا يلزم في كل طلب، يعني كل طلب يجب ان يحتوي على التيننت اي دي. خلاص انا مش عايز اكرر في الموضوع ده كتير، بس هو مهم جدا وخليك فاكر هو مش اختياري، ده شيء اساسي بيتم حقنه بشكل تلقائي واجباري في الكويري، هو التيننت اي دي. فالتستنج مهم جدا في الانظمه دي. طيب ازاي بقى المالتي تيننسي؟ انا عمال اتكلم من بدري ونسيت العميل اصلا عايز يعمل مالتي تيننسي. ازاي بقى المالتي تيننسي هيوفر فلوس للعميل؟ ده هيوفر كتير جدا. فبدل ما العميل من الاول كان هيعمل تطبيق الامارات ويدفع تكلفته نفس التطبيق الكويت ونفس السعوديه، ويدفع تكلفته ونفس الباك اند وهكذا، لا هو تطبيق واحد. ولكن الامارات على نفس الداتابيز، الكويت على نفس الداتابيز، السعوديه على نفس الداتابيز، او مش على نفس الداتابيز زي ما احنا شرحنا المالتي تنسي تايبس، ايا كان، ولكن نظام واحد عامه. تمام خلاص، يبقى هو هيوفر له ايه؟ توسع اسرع، باجز اقل، تحديثات اسرع، صيانه اسهل، تكلفه تطوير اقل بكتير. آه ممكن تطلق المشروع بتاعك في دوله واحده جديده في ايام بدل شهور. تمام، فدي كلها حاجات انت قاعد توفرها لنفسك كرائد اعمال او صاحب مشروع تقني هتبدا مالتي تنسي في دوله جديده. تمام. اخر حاجه، التوسع لدوله جديده بسهوله بيكون ازاي؟ وليكن بعد 6 شهور الشركة عندها فرع في السعودية وعايزة تدخل الكويت. في النظام التقليدي، أنا بوضح لك الفكرة تاني آخر حاجة عشان تقتنع إنك أنت لو حاسس النظام بتاعك بقى هينجح، تقدر تدخل سوق جديد يعني بأقل تكلفة وأسرع وقت وشغل عالي حرفيا. في النظام التقليدي دخول الكويت هتطلب تجهيزات كتير، نسخة جديدة، قاعدة بيانات جديدة وهكذا، أنا لسه شارحه. ولكن في المالتي تيننسي بدخل على الداشبورد، كرييت نيو تيننت، وبحط البيانات اللي انا لسه قايلها فوق لو تفتكرها، وبس كده انت كده وسعت البيزنس بتاعك في اقل من دقيقة تقريبا. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت اوصل لك ايه هو المالتي تيننسي بابسط شكل ممكن، وابسط طريقة ممكنة. واتمنى انك انت تقول لي لو ما فهمتش اي حاجة قول لي في الكومنتس اشرحها لك، او اقول لك عنها ممكن تعمل ازاي. وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم.